هل عمرك سألت نفسك إيه السبب أو ليه بتصحى تعبان وحاسس إنك مش تعبان أو حاسس إنك مش مرتاح؟ طب ده بيأثر على إيه؟ بيأثر على تركيزك، بتقل ومشاعرك بتتلخبط وجسمك بيضعف. السبب ممكن يكون حاجة بنستهون بيها كلها ولا نديها أهمية، ولا أي سبب من الأسباب الاهتمام بيها، ألا وهي النوم. النوم مش مجرد ساعات إنك بتنامها، النوم موضوع كبير، كبير جدا كمان. النهاردة هنتكلم عن الحقيقة اللي محدش هيقولك عليها غير العبد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المفضلة مدارك. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في سنة 2013 عامل ياباني أو موظف ياباني في أحد الحكومات اليابانية كان بينام لفترة معينة لمدة شهور. كان بينام لمدة 3 ساعات في اليوم فقط لمدة شهور. طب هتقول لي ايه القصة من دي؟ طب حبيت اقول لك الحوار كالتالي ان اثر على حياته تماما. في يوم هو راجع من على الدوام بتاعه من العمل، وقع في المترو. طب ساكت يا صديقي، سكت، مات يا صديقي. طب دي حصل له بسبب اجهاد حاد وقلة النوم. قلة النوم بتوصل انك تموت. طبعا يا صديقي الجسم ما بيخش القسط الكافي من النوم، وده مشكلة يجب الحذر منها يا صديقي. طب عشان الحذر منها قامت الحكومة اليابانية بعمل زي نظام حملة تمنع من اسمها الموت ضد العمل. الموت ضد العمل، انت بتأثر على العمل بتاعك وتتأثر بيه بسبب قلة ساعات النوم بتاعتك عشان تكون في أفضل حال. والدليل على كده يا صديقي إن النوم بيأثر على العقل. لو نمت أقل من 6 ساعات فده بيأثر على جهازك المناعي. طب بيأثر على جهازك المناعي إزاي يا صديقي؟ هقولك. بنفترض إن هو بيأثر على جهازك المناعي، ده معناه حاجتين من الحاجتين دول يا صديقي: يا إما تعب، وليه التعب ده بيكون نهايته خطر وتكون أمراض مزمنة، وأما السبب الآخر فمرض بدون سبب واضح. جسمك بيبدأ يخزن الدهون أكتر يا صديقي، وده لأن الهرمونات الجوع متلخبطة تماما. فساعات أنت بتكون حاسس بالجوع وأنت مش جعان ومش عايز تاكل، فدي سبب من أسباب تراكم الدهون. ودول سببين يا صديقي: تعرض قلبك للخطر وضغط الدم بتاعك بيرتفع. طب سببهم يا صديقي ده سببهم انك ممكن تتعرض بعد كده لأزمة قلبية أو لأمراض مزمنة زي السكر والسمنة، ودول أخطر مرضين يا صديقي. فاهتم بنومك. والسبب التاني والتأثير التاني بيكون تأثيرها على العقل. تأثير على العقل ازاي يا صديقي؟ طبعا أيها الإخوة الكرام بتوع المذاكرة، طبعا أنت في ثانوية عامة أو أي صف دراسي لازم تذاكر، ولو في امتحان تاني يوم فأنت طبعا زي الشاطر بتكون مطبق. فالتطبيقة دي مش هتنفعك، بل بالعكس هتضرك يا صديقي. هتضرك إزاي؟ هتضرك إنك لو حفظت معلومة وما نمتش عليها الوقت الكافي لحفظ ذات المعلومة، هيأثر عليك إنها هتتبخر، لن يصبح لها وجود. يمشي ببطيء يا صديقي، التركيز بيقل وبيفضل يبقى أضعاف التعب اللي بيشوفه. وإنك ممكن تاخد قرارات في أوقات صعبة، بتاخد قرارات غريبة وغبية. من الآخر كده يا صديقي، إن مخك بيفضل ويبطل إن ينظف نفسه من السموم اللي في المخ. المخ فيه سموم يا صديقي، فيه سموم يا صديقي، بس المخ يعني اوريدي بالفعل بنفسه بينفضها امتى؟ وقت النوم يا صديقي. وقت ما بتنام بينظف، هو بيعمل حركات الريستيشن ديت بيخلص الحوار هو يا صديقي. بس انت ما نمتش فاكيد مش هينظف. فاهتم بالنوم يا صديقي للمرة الأخيرة. وأحب أقول لك على حاجة: إن قلة النوم قد تؤدي إلى الزهايمر. دي معلومة تكاد تكون بالفعل أنت مهتم بيها وعايز تعرفها. بقول لك يا صديقي نام كويس عشان داخلين على فترة امتحانات وفاينل وامتحانات ثانوية عامة، فربنا يعين الجميع. وثالث الأسباب يا صديقي التأثير على العقل. التأثير على العقل يا صديقي إنك لما بتنام قليل
مشاعرك بتتلخبط، بتبقى عصبي، بتبقى حساس، بتبقى أقل صبرا وأقل تعاطفا، ومشاعرك بتبوظ يا أبو حميد يا غالي. فاهتم يا غالي. والنوم يا صديقي بيغذي الذكاء العاطفي بتاع حضرتك. خليني أقول لك يا صديقي، وبيأثر على إيه تاني؟ بيأثر على الإنتاجية والدراسة والشغل. فدي كلها حاجات مهمة يا صديقي، لازم تركز عليها، لأن النوم بيأثر عليها في إيه؟ إنك لو نمت أقل فتركيزك بيقل، فإنتاجيتك بتضعف وتضيع وقت على الفاضي. طب نعمل إيه يا صديقي؟ خليني أقول لك يا صديقي، النوم مش رفاهية، بل النوم غذاء للروح والعقل. ودي معلومة تكاد تكون بالفعل تعلمها أو لا تعلمها، فديك علمتها يا صديقي. إن النوم مفيد للعقل ليه؟ لأن ده التوازن يا صديقي، التوازن الجسدي والعقلي. انت مش بتنام عشان انت فاضي، انت بتنام عشان تغذي عقلك، بتشحن يا صديقي. ده باور، الباور بتاع جسمك هو النوم. التست من الراحة اللي بتاخده ده يا صديقي هو الباور بتاعك من النوم. حتى أفكارك الإبداعية يا صديقي تأتيك وأنت نائم. فنمت تمام، هتصحى تكون في أفكار تمام، ويكون في حاجات أكثر إبداعا وأكثر نشاطا من اللي أنت هتفكرها لو ما نمتش يا صديقي. هذه هي الحياة. مخك يرتاح، إنتاجك كويس. مخك مش مرتاح، إنتاجك ضعيف، قراراتك خاطئة وغريبة نوعا ما، وجسمك يهلك زي الموظف الياباني كده يا صديقي. وفي الختام يا صديقي، في كل مرة بتسهر فيها بدون سبب، انت كده بتهلك نفسك الى الضياع وانت مش واخد بالك. انت بس مش بتأخر يومك، انت بس بتضيع نفسك في المستقبل، ودي مشكلة هتعاني عنها بعد كده يا صديقي. طبعا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتقول رأيك في الكومنتات لو عجبتك الحلقة ولو استفدت ولو بمعلومة صغيرة. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في حلقات جديدة إن شاء الله.